افضل المشروبات اللي هتساعدك في علاج خشونة الركبة، فرقم واحد هو المية. انك تشرب 3 لتر ماء يوميا. المية دي التزييت الطبيعي للمفصل، تمام؟ التزييت الطبيعي اللي بيزود المرونة، اللي بيمنع الاحتكاك. فالمية مهمة جدا، ده التزييت للمفصل، كأنك بتشحم المفصل كده، تمام؟ فمهم جدا تشرب 3 لتر ماء، يعني من 10 ل 12 كوب ماء في اليوم. رقم 2 وهو الشاي الاخضر. الشاي الاخضر بيكون غني بمضادات الاكسدة اللي بتحمي الغضاريف من التآكل، فمهم جدا تشرب كل يوم كوبايه شاي اخضر. رقم 3 وهو مشروب الكركم مع الحليب او مع الماء الدافئ. الكركم ده غني بالكركمين اللي بيقلل من نشاط انزيم كوكس 2. كوكس 2 ده الانزيم ده بيبقى انزيم بيزود الالم والالتهاب في المفصل وبيتعبك جامد، تمام؟ لان في ادويه اصلا بتبقى اسمها انتي كوكس 2، يعني ده بيبقى مضاد التهاب كويس جدا بالمناسبه يعني. رقم 4 هو الزنجبيل. الزنجبيل كويس جدا في تقليل الورم وتحسين الدورة الدموية في المنطقة، فيفرق معاك بشكل كبير. واخيرا العصائر الطبيعية اللي فيها الفواكه الملونة اللي قلنا عليها زي البرتقال والتوت والافوكادو والاناناس، تمام؟ برضو غنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة، وخاصة فيتامين سي زي ما قلنا اللي بيدخل في انتاج الكولاجين وبناء الغضاريف، فهيفرقوا معاك بشكل كبير جدا. واهم خطوة لازم تعملها في علاج خشونة الركبة وهي تقليل الوزن. كل ما تقلل الوزن كل ما الحمل والضغط اللي واقع الغضاريف بيقل وتبدأ تستعيد نشاطها بقوة. كل ما يزيد كيلو في وزنك كل ما يحمل على الغضاريف بشكل اكبر 3 اضعاف، وخاصة لو بتطلع سلم كتير بيحمل ممكن يوصل ل6 اضعاف على الغضاريف، وده طبعا هيتعبك بشكل كبير جدا. فانك تخس كده وتبدأ تلتزم هيفرق معاك بشكل كبير جدا. وانك تتعرض للشمس الدافية كده الخفيفة كل يوم ربع ساعة، يعني الشمس بتاعت 10 الصبح، تمام؟ او بتاعت اخر اليوم اللي هي قبل المغرب، عشان تحصل منها على فيتامين د صحي، فهتفرق معاك بشكل كبير جدا. وطبعا النوم الكافي من 7 ل 8 ساعات مهم جدا، لان الجسم بيعيد تصليح نفسه من جديد في وقت النوم. فحاول تنام بدري وتصحى بدري، ونوم كافي هيفرق معاك بشكل كبير جدا برضو. وانك تتمشى كل يوم مهم جدا. المشي مفيد جدا في علاج خشونة الركبة، بيحافظ على ليونة المفصل والمدى الحركي وهيقلل معاك الألم، تمام؟ عكس ما هو شائع يقول لك عندك خشونة ما تتمشاش، والكلام ده طبعا غلط. المشي مفيد جدا ليك. اللي مضر ليك جدا هما وضعين: السلم، تمام؟ حاول تقلل من طلوع السلم، ووضع القرفصه. لكن المشي مفيد جدا، وابدا يتمشى، تمام؟ لان الموضوع ده شائع، مش عارف ليه الناس جايبه انك عندك خشونه ركبه ما تتمشاش. بالعكس، ما تبدا تتمشى هتلاقي الدنيا احسن بكتير، ومفصل بدا يتحرك وبدا يحصل فيه ليونه، وهيساعدك ان انت تتحرك، عكس ما تبقى قاعد طول اليوم ما بتتحركش خالص.